النهارده هنتكلم عن اخبار النادي الاهلي. اخبار النادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي بيفرض عقوبه قدرها 20,000 جنيه على كل لاعب شارك في مباراة الأهلي أمام إنبي. طبعا المباراة امبارح كانت كارثية، وعايزين نقول إن أيام كولر في النادي الأهلي بقت معدودة. كولر حاليا بقى من غير أي فكر تماما. تحس إن هو بيتكتف، مش عارف إن هو يبقى يعني يمسك زمام الأمور في مباراة زي ما كان ماسك الأول. كولر ده كان بيبقى ماتشات مثلا قبل كده هجوم يمين وهجوم شمال، بس في هجوم جاي من فرقة على الفرقة التانية، بحيث إن الفرق كانت بتبقى قدام كولر متكتف، أنا متكتف مش قادر أطلع. لكن دلوقتي بقى العكس، كولر اللي بقى متكتف عاملة زي دلوقتي زي خطة جوارديولا. لأن الأهلي لغاية دلوقتي لعب 6 ماتشات، فاز ب3 وتعادل في 3، والأهلي كان هيخسر امبارح قدام إنبي لولا ضربة الجزاء اللي ضاعت. فخلينا واضحين قدام الكل والكلام يبقى معروف إن إحنا والنادي الأهلي قدام سيرك صعب جدا ان هو يفضل زي ما هو كده، السايب في السايب كله الكولر. مادام احنا شفنا صفحة ماجيكانو قالت هات اللعيبة يا كابتن خطيب عشان اللي حصل، هات انت اللعيبة ما تاخدش على كلام كولر. طب ده من امتى بيحصل في النادي الاهلي؟ من امتى ما اسمعش كلام المدرب؟ دي كلام بيحصل جديد في الدوري او في النادي الاهلي. فكله خلاص ايه، بتخلص في النادي الاهلي، والاهلي خلاص بيحاول التعاقد مع محمود جهاد لاعب نص الملعب في نادي في فاركو، وبيحاول يتعاقد مع احمد عاطف مهاجم او محمد عاطف، احمد عاطف او محمد عاطف مهاجم فيوتشر. تمام. والوقت ده بتاع الله يرحمه محمد رفعت، ده كان الوقت بتاعه يقول لك يا راح الاهلي يا راح الزمالك، يا اما يحترف. انما هو بس انه راح ايه فرقه تانية من فرق الدول، غير الاهلي او الزمالك او في الفتره دي. ده فترته احمد رفعت كانت ابتدى يعلى الله يرحمه. كمان احنا نادي الزمالك حاليا بيحاول التعاقد مع لاعب النادي الاسماعيلي، هو محمد هاشم، لاعب الدفاع محمد هاشم او محمد بيومي، من الاثنين. بيحاول التعاقد مع وجروس، عينه تاني على لاعب النادي الاهلي بيرسيتا وكان ظهر مستوى وحش جدا، حتى دخل لكولر يمنعه ان هو يصلح في الدقيقه 55. فاحنا هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه، والفتره الجايه فيها كلام كتير جدا. وكولر بنقول وعيد مش هو مدرب الاهلي اللي هيبقى في كاس العالم للانديه. هنشوف، هو هنعرف. الاهلي مش على سطر وبيسيب سطر. الاهلي قدام انبي هجماته كلها عقيمه، والشوطه ده شاطها امام عاشور امبارح زهقان، انا زهقت تعبت. تلعب قدام الاهلي والزمالك مقفله. انا بعد الماتش بتاع انبي انا شفت ماتش انبي فاركو، كان الجوله الثالثه، وشفت ان فاركو يخش من كل حته الملعب، وان مش عارف يقفل. لما امبارح انبي هو ماسك الفرقه كلها وحافظها ورا. حتى محمد شوف هتحط ده المهاجم، واحمد ده حواش مهاجمين قاعدين ورا. فبنقول ان افكار كولر بقت عقيمه. كولر ما بقاش قادر زي الاول ان هو يفرض الفكر السويسري. الفكر السويسري بقى قليل جدا عند كولر. وهنعيد ونقول هو مهاجم هيبقى اسف مدرب الاهلي في كاس العالم للانديه هيبقى من 3 دول. يا اما هجيب جوزي بوميس، يا اما هجيب باتريس كارترون هو الاقرب، يا اما مدرب تالت، مدرب كان ماسك فريق النصر اللي مش قبل سنة في الحالية النصر السعودي. نشوف اللي هيحصل. سلام عليكم.